اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بارك لنا فيه. اخواتي وحبايبي، يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح يوم جديد، يا صباح روتين جديد. احلى صباح على احلى اخوات في الدنيا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويسترها معاكم دنيا واخره، وكده تبقوا اسعد ناس في الدنيا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. ربنا يكبر بخاطركم كده زي ما انتوا جابرين بخاطري بتعليقاتكم الحلوه تشجيعاتكم. ربنا يخليكم يا رب ويجازيكم كل خير، واشكركم من كل قلبي. اختكم بقى مستحيه اللايك يا جماعه، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، والتعليق الحلو بتاعكم الجميل كده اللي يفرح قلبي، والله يفرحني جدا. يعني ما تعرفوش انا ببقى فرحانه قد ايه بالتعليق بتاعكم الحلو ده. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما انتوا جابرين بخاطري كده ومشجعين. هنعمل مع بعض النهارده روتين خفيف وسريع كده. هنعمل بقى كشري بيض كشري بيض كشري عدس، وهنعمل بطاطس، وهنعمل بيض، والدنيا كلها وبرنجان بقى ان شاء الله. هشيل برنجان وهقلي برنجان برضو. هخرطه بقى كده احط شويه ميه بملح كده، وامسكه اخرطه واسيبه بقى ايه لحد ما اجي اقليه، عشان ما يشربش منك زيت. تحطيه وترش عليه ايه شويه ملح بس في الميه يعني. عايزه تخرط كبير تخرط صغير انت وراحتك يعني. وتحط بقى ما تيجي تقليه ما تعليش عليه البوتاجاز، ولا مثلا ايه، ولا كتر الزيت. توطي على البوتاجاز خالص كده اهوت، والزيت بتاعه يبقى قليل. وتغطي عليه بيستوي معاك على طول. ده الرز اهوت والعدس. هعمل بقى احط العدس عليه. انا ما بحبش انقع الرز بالعدس. رز بقى بحب اغسله واحطه على النار على طول، بتاع العدس بالذات، الكشري العدس ده بالذات، عشان ما بحبش انقعه، عشان مثلا العدسه ما تفشش كده وتبقى بايشه. تغسليه وتحطيه على البوتاجاز على طول، ما بتنقعهوش، بالذات كشري العدس. غير اي حاجه تانية، لكن اي رز تاني ممكن تنقعيه. حسيت ان العدس قليل، حطيت كمان شويه عدس، لان بنحب العدس بتاعه كتير. لما يكون عدسه كتير بيبقى حلو قوي. قلبت عليه العدس وسبته عشان ايه اغسله بقى إيه قبل ما اجي احطه على النار على طول، اقوم غسله. يعني كنت انا عامله بدري قبل العصر، وانا عايزاه يبقى سخن بقى المغرب كده، عشان ما سخنوش. لان لو بالذات كشري العدس لما بيسقع بيبقى مش حلو يعني. لكن لما يبقى سخن كده وكل حاجه سخنه بتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك يعني كده والهنا والشفا. بيبقى سكر بقى. انا سلقت بقى حبه بطاطس، وعندنا ام رحيم ما بتاكلش بطاطس المسلوق. قشرت لها بصله بطاطسيه اهيت، وامسكها اعملها لها طرنشات كده اهوت، اقليها لها يعني بتحبها كده. هنعمل ايه، كل واحد بقى عايز له طريقه. هي بقى عايز بقى تاكل برنجان مقلي برضه، وانا عايزين ناكل برنجان مشوي. كل واحد ليه حاجه كده. نعمل بقى برنجان مشوي وبرنجان مقلي. عشان ايه احنا في الصيام بقى، والناس بتبقى نفسها اللي هي وكل تاكل واحد كل بقى حاجه. بيبقى نفسه ياكل حاجه، هنعملها له. يعني احنا الخير موجود وكل حاجه موجود، وربنا يعينكم كده ويقويكم على اولادكم كده، وعلى مصاريف بقى الاولاد ومدارس والدنيا دي كلها. ربنا يبارك فيكم يا رب ويسترها معاكم ويخليكم اولادكم يا رب ويبارك لكم فيهم، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم كده. انت بقى تبصي بقى هو اليوم بقى بيبقى لكل يوم ان شاء الله كده. يبقى الواحد بقى مفكر يعمل ايه، يطبخ ايه. كل يوم بيجي بايه بشغله كده. لازم بقى نفكر نمشي نفسنا. يعني مثلا يوم كشري عدس، ويوم وهنعمل بيض، وهنعمل مثلا تشكيل. انت فكرين مثلا ان انا مثلا وفرت، ما وفرتش والله. ليه بقى؟ عشان البرنجان غالي، عشان البيض غالي، كل حاجة غالية. العدس غالي، يعني كل عدس ب80 جنيه. البيضة ب6 جنيه عندنا. البرنجان ب15 جنيه. مفيش حاجة توفير، بس ايه بيبقى تغيير بس مش اكتر. يعني انا يوم ما بعمل الكشري، يوم ما كنت بعمل الكشري دي، انا لو كنت طبخت لحمة كان احسن لي. اي والله. قلت برنجان، ورجعت قلت البطاطس، ورجعت قلت البطاطس التاني، وعملت سلطة، وعملت شغل الدنيا. كانت هتبقى طبخة واحدة وخلاص. لا فراخ، لا بط، لا لحم، لا سمك. شفت بقى؟ يعني بياخد بهدلة بقى كمان من نفر وبياخد كمان شغل كتير، وبياخد كلفة كتير كمان، قليل زيت وكل ده. واحنا بنقول توفير، لا مش توفير والله العظيم. اللي بيقول لك كشري توفير مش توفير، مش بجد توفير خالص. لو الواحد جاب فرخة احسن له. اي والله بتستهلك كتير اصلا، حاجات كتير بتستهلك وتاخد منك شغل كتير كمان، يعني مش اكتر يعني. بس احنا قلنا ايه تغيير بس مش اكتر. يعني قرفنا من الزفر، قرفنا من السمك. حاجات كده، حاجات كتير كده الواحد عايز تغييره كده يعني.
عايز مثلًا إحنا بنسيب الطبيخ والله العظيم بنجيب جبنة حادقة وإحنا قاعدين نفطر و ونغمّس بسريس وخضار وحاجات من دي، لإن نِفسنا خلاص لسه ما بقيناش في نُص رمضان وخلاص، بس عشان إحنا صايمين طول النهار، أنتِ ممكن لو أنتِ فاطرة وهتاكلي كل يوم مثلًا لحمة وسمك وفراخ وحاجات من ديّة مش هتزهقي. لكن عشان الصيام بقى بيبقى الواحد طول النهار صايم وييجي ياكل ما يعرفش ياكل، بتبقى ما لوش نِفْس للأكل، نِفْسه مش مفتوحة، كده يعني حاجات كده بتحصل كده ساعة الفطار. وِش بقى لمّا الواحد بيشرب شوية المَيّة والله شوية العصير كده ما تلاقيش خلاص بقى الواحد يبرد وما فيش بقى أعصاب اللي يقوم يعمل حاجة وما أقولكوش بقى، يعني بيبقى الشغل الدنيا مكردِك كمان بعد الفطار والله. يالّا الحمد لله والشكر لله. أعمل بقى طبق السَلطة الحلو بتاعنا أهوّة، عملت بقى طماطميتين حلوين وجِبت برضه جزراية وعملتها وخيارة عملتها، ومسكت كان عندنا بنجر برضه عملت حتّة بنجراية كده، ما عملتش البنجراية كلّها، باعمل إيه، حتّة بس منها بس عشان إيه هي كترها مش يعني عادي يعني، المهم يبقى في حاجة عليها وخلاص. وجِبت بصلة برضه صغيّرة كده مسكتها خرّطتها، صغيّرة خالص، وقُمت جايبة ليمونة عصراها برضه عليها والله العظيم، وجِبت شبت وكزبرة وحاجات من ديّة، كان طبق سلطة كان طعمه تحفة. طبق السلطة عشان تعمليه لازمًا تكلّفيه، مش حبّاية طماطم وبس لأ، تضبّطيه، جميع كل حاجة تحطّيها عليه والله العظيم بيبقى طبق سلطة أحسن من اللحمة. والليمونة بقى بتودّيه في حتّة تانية، بتخلّيه طعمه خطير، بتعصري عليه ليمونة بقى تحطّيه في التلاجة، أنا عملته من بدري قُمت حاطاه في التلاجة، الأول الفطار بشوية قُمت جايباه مفضّياه في الأطباق وحطّيته بقى إيه، يبقى جاهز كده، والله باقول لكم طبق سلطة خرافة. لايك بقى عشان طبق السلطة دي يا جماعة، لايك. أمسك بقى أنا قُلت بقى على ما البطاطس تتسلق يكون إيه، أنا عملت السلطة وغسلت الرز والبطاطس اللي هتتسلق بقى ما هامسكها أصفّيها وأحط رز مكانها، يعني شغّالة كده يعني في كُلّه والله كانت أنا بادئة في الشغل ده بعد العصر، أنا خلصت على المغرب، ليه بقى؟ لإن شغل كتير، كتير، لكن لو طبخت أنا عادي ما كانش في منّي الطبخ ده كُلّه، البهدلة دي كُلّها. وبنقول إيه ده طبخة سريعة وخفيفة ورز ناشف وحاجات ناشفة كده وكله ناشف في ناشف، بس ما فيش حاجة اسمها ناشف في ناشف. هامسك بقى أقشّر فص توم لإن باحب أحط على البطاطس المسلوقة ديّة باحب إيه، أدُق توم بشبت كده في الصلاية، توم ناي، وأطلّع بقى البطاطس المقلية وأحطها في حلة وأرُش عليها وأغطّيها تعرق، تشرب التتبيلة بتاعتها. بتبقى طعمها برضه فظيع، أنتِ عارفة لمّا لو أنتِ عملتيها كده يا حبيبة قلبي جرّبيها كده وأنتِ هتدعي لي إن شاء الله. عملت بقى أخدت حبّة توم على حبّة كانت أنا عندي هرسة شطة وإيه بس التوم بتاعها حاسة اللي هو قليل، عملت حبّة توم عليها وجهزتها إيه للبرنجان يعني حلقُ البرنجان، وعملت بقية التوم هاعمله إن شاء الله وأعمله على البطاطس برضه. أمّا ترُشّي توم وملح ومثلًا كزبرة أو شبت معاكِ برضه، أي حاجة موجودة خضرة من دي، بتبقى ريحته حلوة أوي، وتطلّعي بقى من الزيت بيبقى سُخن كده وترُشّي عليه وتقومي جاية مغطية عليه يعرق، تحطيه في حلة في أي حاجة عندِك بس أهم حاجة تغطّي عليه عشان يعرق معاكِ، أمّا بتعرق معاكِ بقى بتشرب التتبيلة بتاعتها وتبقى حلوة أوي. يالّا الحمد لله وشكرًا، نحمد ربنا ونشكر فضله من عندك يا رب، الحمد لله. والله أنا خبزت النهارده عيش وما صورت لكم، عيش بلدي، ليه بقى؟ عشان كنت بقى مضغوطة أوي، كان مثلًا رُحنا عجنت ورُحنا خبزنا وجينا، ورجعت جيت عشان أطبخ، كان موال 24 ساعة النهارده، كانوا عايزين شوية عيش بقى طريين كده، عيش فلاحي، رُحت عجناهم ورُحنا خبزناهم، كنت أنا وأم سامح وأم رحيم، رُحنا خبزناهم وجينا بقى قُلت لهم إيه، وأم سامح روّحت وأم رحيم راحت المحل، وأنا قُلت إيه، قُلت لهم بقى أنا هاطبخ أنا وأنتم إيه روحوا بقى شوفوا هتروحوا فين. والحمد لله والشكر لله نحمد ربنا على كل شيء، أهم حاجة ربنا يعيننا ويقوينا وخلاص، الحمد لله. كان بقى في شوية مواعين دي مكان حلة البطاطس قُلت برضه اغسلها عشان ما تزرقش، عشان عايزة الحلة ما تزرقش وأنتم بتسلقوا البطاطس، حُطّي فيها قشرية ليمونة، ما بتزرقش خالص، قشرية الليمونة ما بتخلّيش حاجة بتزرق، بتبقى الحتة بيبقى فُلّة كده، ولا أكن أنتِ سالقة فيها بطاطس خالص. روّقت الحتة أهوّة وروّقت الحوض،
وعلى ما الاكل يستوي يعني ايه كله مع بعضه كده، كله مع بعض، ما بقفش خالص يعني، ببقى مثلا في الحوض في المطبخ او مثلا اسيب الوعي مكردده او كده، لا، لازم كل حاجه. والاولى بقى بنغسلها برضه واملاها عشان تسقع بقى على ما نيجي نفطر. بنحب اصلا ميه القلل لان ميه القلل بتبقى حلوه قوي. هبدا بقى احط البرنجان اهوت واغطي عليه، مش مكتره الزيت والله، حبه زيت صغيرين خالص، موطيه بقى البوتاجاز خالص، توطي البوتاجاز خالص وتغطي عليه بقى بغطا غطا عندك. إيه هيستوى براحته بقى، بتلاقيه استوى حمار وما شربش الزيت معاك. إيه وشوت البرنجانه وشلتها، كنت حطيت الشوا برضو، شلتها برضو، امسكها قشرها واحدقها و... واعمل ايه تاني يا ربي، والله العظيم بقولك انا هبطت أوي. إيه، هقلي بقى البطاطس، هقلي البطاطس. شغلت الآلات التانية، قلت اقلي عليها بقى عشان ايه، ما يعني اخلص سريع سريع كده، ما اضيعش وقت يعني، لان خلاص احنا عدنا بقى على المغرب. ديت البرنجانة اهيت. آه، قلت بقى اقشرها وامسكها بقى اهرسها بقى في طبق كده اهوت واظبطها بقى. انا جبت بقى بعد ما عملتها وقشرتها وعملتها، لقيت ابو حكيم جاي ايه بيقول لي انت عملت السلطه، كان جايبني عايز يساعدني في السلطه يا جماعه. ما يعرفش ان التليفون مفتوح على فكره، وانا صورته من غير ما يحس. خلي بالكم من الحته دي. عايزه ادخله معاك القناه خالص، ما هوش راضي خالص خالص خالص، رفض الموضوع ده خالص. او جو، انا لسه في الكلام. بس انا ده بقى عملت البرنجان ولقيته جاي بيقول لي انت عملت السلطه، قلت له لا. كانوا حلقين له بقى زلط، كان حلق شعره بقى هو وهو بيعمل عمرة، عشان بيقول لك يعني حرام، لازم أن يحلق شعره وكده. يعني بقى ايه، قعد ياخد البرنجانة منه وقعد يعمل فيها بالشوكة يهرس. بحب هو يهرس البرنجان أوي كده، يخليه مهية كده. يلا ربنا يبارك فيه ويخليه يا رب، ويخلي لكم ولادكم وجوازكم يا رب بحق جهنم، ويسترها معاكم دنيا وآخرة. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. طلعت البرنجان اهوت بقى واملحه، هدوق يعني التتبيله بتاعته. كنت عامله تتبيله حلوه قوي برضه. بحب احدق البرنجان بفلفل احمر، لان الفلفل الاحمر بيبقى شكله حلو اصلا على تتبيله البرنجان، على عن التاني يعني، عن الفلفل الاخضر، شكله حلو قوي. يلا الحمد لله وشكر لله. هقلي بقى البرنجان معاكم البرنجان والبطاطس، هتبقى فل ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا يا جماعه على كل شيء. حطيت برضو البيض يتحمر اهوت، اديت له تلويحه كده. البيض لازم انا ما بقاش احب البيض اللي هو البلد ده، ما بحبش احمره، بس يعني ايه لازم أنا تلويحه بسيطه كده يعني، مش قوي يعني، عشان بيبقى حلو بس مش اكتر. ببقى احبه سخن كده، يعني مسلوق سخن، لان ما بيسع ما بحبوش، بالذات اي بيض ما بيسع ما بحبوش خالص سقعان، ما بحبش شكله يعني. بحس مش عارفه بقى، هو انا كده. في ناس بقى بتحبه عادي سقعان عادي بيحبوا ياكلوه، لكن انا بحبه سخن كده، اقشر وعلى طول يكون جاهز الاكل على طول، واللي هو متقشر سخن كده طالع من الميه بيبقى حلو، له طعم تاني يعني. طلعت البيض اهوت في الطبق لوحده ورشيت عليه دقه، وهعمل بتاع البطاطس برضه تبقى الوحيده برضه من الحله بقى. بطلع البطاطس في الحله و... وغطى عليها عشان تعرق زي ما قلت لكم كده، لازم تعرق عشان اما تعرق معاكي يا حبيبه قلبي بتشرب من التتبيله وبتبقى حلوه قوي. جربها كده بس وانت مش هتسليها ان شاء الله، لان طعمها حلو وهتبقى جميله قوي معاكي. يلا الحمد لله والشكر لله. نحمد ربنا ونشكر فضله يا جماعه على كل شيء والله العظيم. الحمد لله. كده بقى حبه بطاطس صغيرين كده، قلت محمرهم برضو رخرين، لا ده بطاطس ام رحيم دي، قلت بقى احمرها رخرة يعني معاهم يعني وكده.
عملت لها عرسة واحدة كده، طلعت طبق وخلاص، عشان تبقى صايمة طول النهار مثلا ومش هعمل لها مثلا تاكل، مش هينفع، حرام حتى يعني. ما احنا لنا عيال برضو ولازم نحافظ على اولاد الناس. يلا الحمد لله، ربنا يبارك فيها يا رب. انا عايزه اللي انا بعمله فيها يتعمل في ولادي بس، مش اكتر يعني، مش طمعانه والله، ما انا طمعانه. بدل انت كويسه في حق مرات ابنك، ان شاء الله دي هيبقى كويسه في حقك والله العظيم. عمرها ما هتبقى وحشه في حقك، ولا هتبقى قاسيه معاك ولا اي حاجه، تبقى حنينه عليك وكويسه معاك. بس اهم حاجه تحسسها بحنانك كده، وتحسسها ان انت خايفه عليها، وتحسسها ان هي زي بنتك. مش تحسسها مثلا ان انت مثلا اللي هي مرات ابنك بجد يعني. حسسيها بيها الاحساس ده، هتحبك عمرها ما هتأهمل فيك ولا تكرهك ولا اي حاجه. يعني تعزك عن بنتك كمان، وهي ابدلك من بنتك، لان هتبقى في طولك، هتبقى خايفه عليك، هتبقى حاسه بيكي كده يعني. والله بجد عمرك ما تعاملي مرات ابنك وحش. يلا ربنا يخليها لك يا رب ويبارك لك فيه. انا بقى بغرف اهوت خلاص. احنا بقينا كان جايبه كرات مصر دلوقتي، انا عايزه هاكل كرات. يا بنتي هتاكل الكرات دلوقتي؟ قالت لي انا هاكل كرات. قلت لها اغسلي بقى. احنا عندنا كرات المصري في الغد يعني زي ما انتوا عارفين كده، وبجيبه عند الدكان يعني. والله العظيم كان فطار زي العسل. اه، غرفت البطاطس اهيت، وغرفت السلطه برضه، عملتها في طبقين كده. هنطلع بقى نجهز الفطار بقى، بنجهز الوقت. خلاص احنا عدنا في المغرب بقى اهو. يلا كل سنه وانتم طيبين كده، وتعود عليكم الايام بخير. ولايك يا جماعه كده، ما تنسوش اللايك بالله عليكم. اللايك والتعليق يعني، تعليق واتنين كده في الفيديو، علشان تعليقات والحاجات دي بترفع الفيديو بس، مش اكتر يعني. الحمد لله. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الفطار بقى وحلاوته. كان بقى طبق بسله، ام رحيم سخنته قالت انا هاكل بسله. قلت لها كلي بسله. يلا انا والشيف. الحمد لله والشكر لله. شوفوا رؤيا عامله ازاي، مستنيه صايم، رؤيا صايم. صايمه صيام الحج. وابو عبد الحكيم كان بقى ايه، كان بيعبي الحقنه بجهزها عشان خلاص الاذان هيدن يعني. الحقنه بتاعه السكر دي، ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض يا رب. صورته برضه وما حسش وانا بصور. ربنا يبارك لنا فيه يا رب، ويخليه لنا يا رب بحق جهنم، ويسترها مع دنيا واخره، ويشفيه ويشفي كل مريض يا رب. الحمد لله والشكر لله. اشوفكم بقى في فيديو جديد احلى واحلى، وربنا يجازيكم كل خير يا رب، وما تحرمش منكم ابدا. والله يا جماعه، يلا من على السلامه، اسيبكم في رعايه الله. السلام. معايا النبي كان معاه بكره لما يجي حضراتكم وقتهم كلمه. ما يتكلمش. طب ما هو عايز يجي يفطر هنا. ها؟ عايز يعوز يفطر هنا. هيبقى هبطان.